اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. دايما في رمضان سفرتنا ما تخلاش من الطواجن، ويا سلام لو عندنا عزومه هنعملها بكل حرفيه وفن تشرفنا قدام ضيوفنا وتدي سفرتنا طابع متميز. تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن بسله باللحمه جبار وخطير. اول حاجه كده معانا بصلايه متقطعه بالسكينة ناعم أو مفرومة في الكبة على حسب انت بتفرميها ازاي، ونحط عليها المادة الدهنية بتاعتنا. طبعا أنا بحب دايما الأكل بتاعي يكون خفيف من الدهون، فبحط دهون قليلة. فطبعا الدهون ديت على حسب مزاجك انت فيها، بتكتري بتقللي على حسب انت حابة تعملي ايه. شوحت البصلايه كده مع شويه زيت وحته زبده، وطبعا الماده الدهنيه اللي تريحك اللي انت حابه تستخدميها. وحطيت عليها اول ما اتشوحت معايا كده نزلت عليها بفص ثوم مفروم. هشوحها، واول ما اشم ريحه الثوم طلعت انزل عليها بمعلقه من هريسه الشطه والتوابل بتاعتي. دايما الطواجن بتاعتي لازم تكون مميزه، فبحط التوابل بتاعتي تطلع ريحتها فتديني التميز بتاعي. نزلت بقى بالبسله بتاعتي المتقطع عليها الجزر كمان، وهنزل كمان ببطاطسيتين كده اقطعهم شرايح كأني هعمل صينيه بطاطس. انا بحب دايما اعمل الطاجن البسله كده، جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا. بشوحهم بقى مع التوابل مع البصلة مع التوم مع كله، واخليها تاخد ريحة البصل والتوم والحاجات ديت، وانزل عليها بالطماطم بتاعتي المتسبكة، واغطيها بقى لحد ما تبتدي تغلي معايا وتبقبق كده زي ما انتوا شايفين. اديها تقليبة بقى، هكون اللحمة بتاعتي استوت وطلعتها من الشوربة. طبعا احنا سائلين اللحمة مع بعض قبل كده، واروح جاية نازلة عليها كده بيهم، واديهم تقليبة، واديها كمان تقليبة كمان في مع البسلة، واديها غلوة لحد ما اسخن الطاجن بتاعي اللي هدخله الفرن بيها. لو عندك عزومة أو عايزة حاجة مميزة وعندك طواجن صغيرة، ممكن تقطعي اللحمة ديت قطع صغيرة خالص أو تعمليها مفروم، وتروحي جاية عاملاها بنفس الطريقة بالظبط برضو، وتروحي جاية رصاها في الطواجن وتدخليها الفرن زي ما هي كده، وتطلعيها تحطها على سفرتك كده متوزعة بطريقة مميزة ولذيذة. هحط بقى الملح بتاعي واغطيها لحد ما تبقبق معايا كمان شوية، علشان لما ادخلها الفرن بتاعي. كان عندي فص توم كمان حطيته عليها كده علشان يديني الريحة المميزة بتاعته. بعد ما تغلي معانا الغلوة بتاعتي ديت، هروح جايبة الطاجن بتاعي بقى احطه على البوتاجاز مولعة عليه تحتيه علشان يسخن بسرعة وما ياخدش معايا اي وقت. وهننزل بالبسلة بتاعتي بقى، باللحمة، بالجزر، بالتوابل، بكل حاجة فيها. التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها فلفل اسود وكمون وشوية من الكزبرة البابريكا، وكمان شوية من الجنزبيل البودر. اي توابل انت حابة تستخدميها استخدميها، بس التوابل ديت بتخلي ليها طعم وريحة مميزة. بعد ما حطيتها كده وظبطت المية بتاعته وغطيتها ياخد غلوة لحد ما الفرن بتاعي يسخن، ولا لحد ما الفرن يسخن والطاجن ياخد غلوة، حمرت شوية لسان عصفور كده، ونعمل شوية شوربة لسان عصفور. نزلت اول ما حمرت لسان العصفور اخد لون، ورحت جايه بقى نازله بالشوربه، نازلاه على بالشوربه، ورديتها غلوه واحده بس، وطفيت عليها. اللي كان الطاجن بتاعي ساخن هاخده بقى ادخله الفرن، ونعمل بقى بعض شويه رز بشعريه. لازم نبدع كده في الاكل بتاعنا واحنا بنعمله في رمضان، لازم اكلتنا سفرتنا تكون مميزه. حمر بقى الشعريه بتاعتي. خلي بالك الشعريه لو ما كنتيش اخده بالك منها واخدت منك لون، واحده اخدت لون احمرت يعني بقت كويسه والتانيه لا، افضلي قلبي فيها هتبصي تلاقيها كلها اخدت كل، يعني ما تشيليش منها المعلقه، افضلي قلبي فيها لحد ما تاخد كلها لون واحد على نار هاديه، هتبصي تلاقيها بقت مظبوطه معاكي. حمرت الشعريه ونزلت بالرز خليته يطشطش كده، وحطيت عليه شويه الملح. خلي بالك لما بتغلفي الرز والشعريه مع بعض بالماده الدهنيه، الرز بتاعك بيطلع مفلفل. اول ما طشطشوا كده مع بعض نزلت عليهم بالميه بتاعتي، واغطي عليهم بقى واسيبهم يستووا. اول ما بيتشرب بروح جايه مغطيه عليه النار واسيبه يستوي براحته. هنا كان الشرب كده وشرب العادي بتاعه، شرب الميه بتاعته يعني. هغطيه بقى واسيبه ياخد راحته في السوا. تعالوا بقى نشوف الطاجن بتاعنا وهو طالع من الفرن. عملنا طبعا سلطه وشويه مخلل والرز بتاعنا الجميل. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسينيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. وطبعا عملنا عصير برتقال. وادي الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين الجمال؟ تحفه. طاجن جبار وخطير، ينفع معاكي في اي عزومه، ينفع معاكي لو انت عاملاه لاسرتك، هيبقى معاكي حلو جدا. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله.